وترونه. بتخرج في المستقبل مسيرات، لأنه ما عاد في علاج بأدب، علاج بقلة الأدب. بتخرج مسيرات للرجال يطالبون المساواة مع النساء. أنتم الآن ترون مسيرات تخرج للنساء لأجل يطالبون المساواة مع من؟ مع الرجال في الحقوق والمتطلبات. بتأتي عصر العكس، بيترصفون الرجال في العزب بلا شغل، وكل أصحاب الأشغال ورجال الأعمال والمال بيقدمون البنات. وانتم تعرفوا هذا الكلام. ولو واحد منكم صار من رجال الأعمال والمال بيقدم البنت، لو جو أخ أخته ونظر للولد ونظر للبنت، ايه المميزات؟ بينظر انك ابوك فلان ولا ولي ولا صالح ولا تحفظ القرآن، بينظر للقيم الجمالية والجسدية. تعال ادخل اشتغلي. وهذا الذي سيغمر مجتمعات المسلمين. أنا ما أتكلم عن الغرب، نحن نتبعهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولهذا أنتم تستغربوا في هذا، لأنكم ما خرجتوا للحياة.